اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وفي أتم كده الصحة يا رب دايما. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم، او مساء الخير او مساء، بص كل حاجة حلوة على عيونكم برضو. يا رب كده اليوم النهاردة بتاعنا يبقى خفيف على قلبكم. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم بقى ايه الريسبشن عندي كان نضيف مفهوش اي حاجة. لان انا كنت نايمة من بالليل منضفة الدنيا ومظبطة ومروقة وبصوا. لما بعمل الشقة بالليل وبصحى بلاقي الدنيا عندي هادية، ببقى ليا نفسي بقى ان انا ايه ابدع. فقمت بقى على طول كده، كان عندي بقى ايه كام حتة بانيه، فقلت ايه اعمل بقى ايه غدوة حلوة النهاردة سهلة وسريعة. وبعدين الأطفال بيحبوها وكده. فجبت هنا كان عندي بقى ايه الحتتين البانيه وتبلتهم. تبلتهم ملح وفلفل اسود، صوص الباربيكيو، المستردة، بصل بودر، توم بودر، اي بهارات بقى، فراخ. حطيت ده كله على بعضه كده واديته تقلبتين كده وحطيته في التلاجة شوية عقبال بقى ايه ما خرطت البصل زي ما انتوا شايفين يا بنات. عايزة اقولك ان والله العظيم من اقل حاجة بتعملي احلى حاجة. زي بمعنى اصح يعني احنا بنعمل من فسيخ شربات، ودي حقيقي والله يا بنات. لو عند ان شاء الله لو حاجة بس بسيطة ممكن تعملي منها حاجة. بصي ولقمة هنية بتكفي معي. هنا بقى ايه نزلت عندي بالبصل ومعلقة كده سمنة وحبة زيت لحد بس ما البصل ايه يدبل معايا. وبعد كده يا بنات هنزل بقى ايه انا بوسع كده كأني بقى ايه بعجن بقى ولا بعمل اسمنت، فبوسع عشان خاطر الفراخ تنزل تاخد طشة معايا كده اللي هي تش كده. وتاخد الصدمة يعني معايا. بس هعمل بقى ايه هقلبهم كلهم كده مع بعض. وعايزة اقولك ان الاكلة دي حلوة جدا وبأقل تكلفة وبأقل، يعني بأقل حاجة عندك. لو عندك حتى حتتين لحمة ممكن تقطعيهم شاورما وتعملي بيهم برضو الاكلة دي. لو عندك مثلا صدر فرخة والبنات ما بتاكلهوش ممكن برضو تعملي. وعندك عيالك ما بياكلهوش ممكن تعملي الوجبة دي. والله العظيم انا عايزة اقولك ان انا من اقل حاجة بعمل، يعني على السفرة وكده على الغدا بعمل كذا صنف وبأقل تكلفة. ممكن تعملي من كل حاجة حاجة بسيطة وهتطلعي معاكي احلى سفرة واحلى وجبة غدا او فطار او عشاء. اي حاجة عندك يعني ايه ما تهدريش فيها. هنا طبعا حطيت بقى صوص الباربيكيو حلوة قوي يا بنات. ال- الماركة دي حلوة جدا، طعمها حلو قوي. انا جربت حاجات كتيرة بس ما عجبتنيش زي دي، طعمها حلو قوي. وفي مرة كنت مشترية برضو اكل من بره كريب، فحسيته ان هو محطوط فيه صوص الباربيكيو يعني باين فيه قوي. فقلت بقى لما اجرب كده ايه اعمله على الشاورما. طبعا حطيت التوابل بتاعتي عشان خاطر يعني اظبط الملح بتاع الاكل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حاجة، بصوا يعني مش عايزة اقولك ولا احلى كده ولا اجمل من كده. النهارده بقى ايه انا قلت اغير بقى بعيد عن الغدا وبعيد عن الروتينات والحاجات دي، ونعمل غدوة حلوة كده مع بعض ندفي بيها البيت. بما ان ده عجين يعني انا نزلت هنا طبعا بحبة لبن. حبة اللبن دول بيدي طراوة للشاورما معايا، بتخليها جوسي كده زي اللي بنشتريها من بره وبتبقى حلوة قوي. طبعا انا خلاص كده هبتدي ان انا هقفل عليها، فنزلت بالفلفل عشان يحتفظ بلونه ما يتبلش معايا خالص. وكده خلاص بقى كانت الشاورما معايا خلصت. هندخل بقى على الحاجة اللي بعدها. طبعا انتوا عارفين وشفتوا في اول الفيديو ان احنا هنعمل الكريب. جيت هنا بقى يا بنات بكوباية دقيق. كوباية الدقيق دي ممكن تعملك على حسب مثلا حجم الكريب. لو حجمه حلو كده زي ما انا عاملاه هتعملك مثلا 3 4 كريبات. فحطي كوبايتين دقيق وبيضة وكيس فانيليا ورشة ملح ورشة فلفل، رشة ملح ورشة
سكر كده بسيطة، وهتنزلي معايا بلبن. لو ما عندكيش لبن انزلي عادي بمية مش هتفرق، بس اللبن برضو بيطعم معايا. انا هنا كان عندي حبة لبن صغيرين زي ما انتوا شايفين، زودت عليهم برضو زودت عليهم يعني نص كوباية لبن ونص كوباية مية، وعملت بيها العجينة كده. حتى يا قلبي لو ما عندكيش لبن خالص زودي ميه عادي، مش هيفرق خالص معاكي. هو اللبن بيدي طعم حلو كده، لكن في الاخر هي كده كده العجينه بتبقى واحده. ونفس بجد نفس ما احنا بنشتريه من المحلات دلوقتي غالي جدا. وبصي هي اكله جميله قوي وكله بيحبها. ولو ما عندكيش فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، ممكن لو عندك بطاطس هتحمري بطاطس وتعمليها سندوتشات سوري، كريب بطاطس. تحطي بقى عندك الصوصات اللي عندك بيض، عندك اي صوص، عندك كاتشب ان شاء الله. لو هتشتري الكياس اللي هي بتتباع دي بتدي طعم حلو قوي، برضو بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا اهم حاجة ان انتي تكوني موطية النار على، يعني بتسخني الجريل بتاعك او الصينية، بس اهم حاجة تكون حاجة ما بتلزقش فيها العجينة. وتديها كده مسحة زيت، مسحة زيت بسيطة جدا جدا، هو على قد ما تلمعي بس الايه الصينية او الطاسة او الجريل اللي معاكي. هتروحي مدياها مسحة زيت، بعد كده تحطيها على نار متوسطة، تسخن حاجة بسيطة. قبل ما تسخن طبعا هتنزلي بال بعجينة الكريب كده، هتنزلي بيها في الصينية، وتروحي ايه على طول كده لفاها على طول، اللي هو تاخد الشكل الصينية كلها. طبعا يا حبيبتي لو انتي ما عملتيش الحركة دي هتلاقيها لزقت على طول، وما يعني ما كملتش معاكي. فالحركة دي لازم تعمليها بس ما تخليهاش سخنة خالص. واول بقى هي اول ما هتستوي هتحسيها من الجناب كلها كده ايه خلعت. انت هتشوفيها برضو بعينك هتبقى عامله ازاي. شايفين طري وحلو قوي 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 يا بنات والله العظيم. طعمه كطعم وحاجه معموله في البيت زي ما احنا ما متعودين مع بعض بنعمله في البيت. بيبقى حاجه نظيفه احنا عاملينها. انتوا شايفين بقى اترفع ازاي، والله والله يا بنات كان في منتهى الجمال، كان حلو قوي 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 قوي. لو وصلتي لحد هنا انزلي يلا اشتركي في القناة وحطي اللايك بتاعك. والله العظيم اشتراكك ده بيفرق معايا، بيفرحني قوي. يا طبعا يا رب كل اللي يفرحني كده ويعمل لي اشتراك ربنا يفرحه ويديله كل حاجة بيتمناها. اهم حاجة بقى الخطوة دي يكون عندك فوطة كده نظيفة، واي كريب يطلع اي عجينة كريب تطلع على طول تحطيها وتغطيها علشان خاطر ما ينشفش، يفضل طري زي ما هو. انا بصي بقى انا بعمل بالفرشة اللي هو يا دوبك بسيطة خالص، اديها لمعة بين كل واحدة يعني هتعملي واحدة والتانية، بين كل واحدة والتانية تروحي عاملة الحركة دي. لو حسيتي لو حسيتي ان هي عادي فيها زيت وكده او مدهونة مش هتلزق، تروحي ايه ما تحطيش. بس اهم حاجة الحركة اللي بلف بيها الصينية قبل ما الصينية تسخن. الحركة دي مهمة جدا، لان انت لو نزلتيها على صينية سخنة جدا وجيتي تعملي الحركة دي هتلاقي اصلا العجينة خلاص خدت الشكل اللي نزلت بيه. فعلى طول اول ما تنزلي العجينة تلفي كده. انتوا شايفين اصلا الحته اللي غمقت دي هي اللي استوت، والحته البيضه هي كده اللي بتاخد. انا طبعا بقلب كده بايدي لان انا موطيه النار خالص. اول ما بتبتدي ان هي تخلع من الصينيه بروح معليه النار عليها، اللي هو ايه تاخد حاجه بسيطه كده. بأقل تكلفة وبأقل حاجة عندك ممكن تعملي بيها أي حاجة تسعد بيها أولادك، وحاجة جديدة ممكن تنفع غدا ممكن تنفع عشاء. ممكن تعمليها كجنب مثلا أكل جانبي، فراخ مشوية أي حاجة من دي. لو عندك عزومة بقى كده مثلا صحابك أي حاجة هتعملي لهم الأكلة دي وبأقل تكلفة. طبعا الأسعار غليت جدا
كل حاجه غليت والاكل اللي من بره غلي، يبقى احنا نشتري ليه من حاجه من بره واحنا ممكن نعملها اصلا في البيت. بالراحه بقى وانت بتقلبي، علشان خاطر العجينه بتبقى لسه طريه، علشان خاطر انت لما بتحطي الحشو بتنزليها تاني في الصينيه. يعني ايه، شفتي انت مثلا لما بتشوفي بره هو بيعمل ازاي، بيحشي وبينزلها كده، تاخد ايه وش من هنا ووش من هنا، اللي هو ايه، صدمة من هنا كده وصدمة من هنا. شايفين اصلا العجينة عاملة ازاي؟ اللهم بارك، كانت تحفة 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 وطعمها احلى كمان. عايزة اقولك طبعا ان لو بصي، انا لو والله العظيم بجد، انا لو مفيش اي حاجه في البيت، او لو في حاجه وانا عايزه بصي اعمل اكله كده، اعمل عزومه حلوه، ببقى قاعده مركزه كده واخترع اللي انا عايزه اعمله. بعمل كذا كذا حاجه باقل تكلفه معايا. يعني بجد والله العظيم مش شكرانيه في نفسي خالص. والله العظيم جوزي دايما يقول لي ان انا عارف ان انتي هتعملي ايه. اي عزومه، اي حاجه، اذا كانت عند حماتي او مثلا عند ماما هنا، يعني ايه، على طول انا محطوطه فيها، لان انا بعمل كذا صنف في الاكل من غير ما اهدر اي حاجه، من غير ما اهدر اي مكونات. يا دوبك هو مثلا معايا بعمل اهم حاجه، تحطي ميزانيتك في الوجبه دي كام، في العزومه دي ميزانيتك كام. تحطي الاول الاولويات، بعد كده ايه، تحطي يعني الحاجات اللي هي ايه، زي مثلا ان انت هتشكلي بيها، تزيني بيها، مش عارفه ايه. اهم حاجه طبعا في العزومه بتبقى تعرفي كم فرد جايلك، واهم حاجه تعملي الاكل بزياده، لان سبحان الله اللقمه بتنادي صاحبها. ودي حقيقة والله يا بنات، ممكن تكوني عاملة الأكل لحد وتلاقي أي حد تاني كل. يعني أنا مثلا لما جوزي بيكون رايح الشغل ومثلا مش هيقدر ان هو يتغدى، بحطله الأكل بزيادة، ان هو أي حد يقعد ياكل معاه يبقى في معاه، يعني ما يبقاش محرج، او انا حطله الحاجة على القد. لا، بس برضو كل حاجة بالنظر، كل حاجة باليقين، يعني ما تحطيش هباء كده وخلاص. لا، انت عارفة، دي اهم حاجة، ما تجرحيش مصروف بيتك. اهم حاجة تمشي على نظام، ان محدش يقولك انت فين اصلا المصروف. ما تنزليش تشتري حاجات ملهاش اي لازمة بمصروفك. يعني انا مثلا لما بجيب يا بنات حاجة الشهر، اول حاجة بجيبها اللحوم. كفراخ، كبانيه، ككفتة، كلحمة مفرومة، كأي حاجة من بره، أي لحوم. أول ما باخد المصروف بجيب اللحوم. شايفين بقى يا بنات، والله العظيم تحفة جدا، ومش حاجة مش مكلفاني خالص. ان شاء الله لو فضل عندك حبة لبن صغيرين خالص ممكن تعملي بيهم. ما فضلش عندك لبن هتعمليها بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي. واهم حاجة البيضة، بحس ان هي بتمسك العجينة وما بتداش اي ريحة زفارة لو انتي ما بتحبيش البيض. طبعا لو انا مش عايزه اطول عليكم، لو الفيديو عجبكم انزلي اشتركي في القناه، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. اهم حاجه الاشتراك واللايك بتاعك، عرفيني بنفسك ان انت جديده. يا رب كده كل اللي يحط كومنت وكل اللي يشترك لي، حتى لو ما اشتركتيش يا حبيبتي، ربنا يسعدكم طبعا زي ما بتسعدوني. وحتى لو انت اتفرجتي من غير ما تشتركي، ربنا يسعدك، وربنا طبعا يخليلكوا عيالكم ويخليلكوا كل حد غالي عليكم يا رب. ويا رب كده دايما نبقى في خير وسعاده، وما يدخل علينا حاجه وحشه ابدا يا بنات. انتوا شايفين بقى؟ بالله عليكم بقى قولولي في الكومنتات ايه رأيكم. انا عايزه اقولك ان الاكله دي كانت تحفه 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 بجد. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. اشوفكم على خير. يا رب كده اشوفكم على خير، او اللي هو انا مش هشوفكم بس دايما تبقوا بخير. ويا رب كده في سعاده، ومع السلامه بقى، اشوفكم الفيديو الجاي يا اصحابي.